المصري القديم. والنهارده هنبدأ بأول ندوة أو أول محاضرة ما يخص بالتاريخ المصري القديم. أهلا بكم جميعا. وعلاقتها بالأنبياء وعلاقتها بالخوارق والمعجزات الدينية. وبنقول إن ظهرت بعض النظريات والأفكار التي تربط بين التاريخ الديني، القصص الدينية اللي وردت في الكتب المقدسة، وما بين التاريخ المصري القديم، يعني قصص الأنبياء وقصص المعجزات بتاعة الأنبياء، خروج فرعون، شق معجزة سيدنا إبراهيم، معجزة سيدنا يوسف، إلى آخره من هذه المعجزات، وربطها بالتاريخ المصري القديم الموثق والقائم على توثيق ومصادر علمية محددة، خصوصا حقب الأنبياء ومحاولة إثباتها من خلال بعض الوقائع والأحداث المتشابهة. بعض الوقائع والأحداث الآن أنا بتكلم على سير الأنبياء، وجاء هذا الربط إما عن طريق تحريف بعض الألفاظ في النصوص المصرية، أو إلصاقها بالمعتقد الديني على سبيل المثال. عندنا لوحة مرنبتاح، وهي لوحة موجودة في المتحف المصري، تتكلم عن انتصار مرنبتاح، وهو أحد أبناء الملك رمسيس الثاني. وهذه اللوحة معروفة بلوحة إسرائيل، واللي اكتشفها العالم العظيم بتري، وهو من أكبر علماء المصريات في القرن 19 1895، وسماها لوحة إسرائيل. وهو اللي اكتشف لفظة إسرائيل موجودة في هذه اللوحة في السطر 27. وبالرجوع لللفظة لقينا إن اللفظة اسمها يسير يارو. فيسير يارو هنا بقى الخلط ما بين كلمة إسرائيل وكلمة يسير يارو، اللعب على تشابه الألفاظ وتشابه الحروف. من هنا أهلا أستاذنا فويس، كويس إن أنت جيت. من هنا بدأنا إن إحنا نخلط التاريخ الديني بالتاريخ المصري، وإسقاط التاريخ الديني على حقب مصرية بعينها. وبالنسبة لللفظة دي طبعا بعد الدراسات تم يعني اللفظة ليست لفظة إسرائيل. والعالم بتري كان له اجتهادات كبيرة جدا، وله فضل عظيم في علم المصريات واكتشافات هائلة. فبالتالي السيسي لازم يمشي. قول السيسي لازم يمشي. في كنترول يا جماعة؟ طيب كويس. بالتالي هو ده دايما على طول كده بقول كويس، كتر خيرك. بالتالي اللفظة دي تم استغلالها لتسويق فكرة ووجود بني إسرائيل في منطقة الشام. وطبعا أخونا ضن أنكر هذا الأمر وقال لا، هم من اليمن. وده هنتطرق لهذا الموضوع أو لهذا الموضوع في حلقة أخرى. برضو في ربط ما بين الصفات، ما بين ربط ما بين الصفات، آلهة والمعبودات المصرية والأنبياء. يعني كل معبود مصري له صفات، وكل معبود مصري له اسم، والاسم له صفة، وأفعاله إيه، بيعمل إيه في مصر، وبيعمل إيه في الديانة المصرية. يعني عموما المصريات
أو هي معتقدات وليست ديانة، يعني ليست ديانة ثابتة، هي معتقدات وأفكار دينية تتغير من حين لآخر. فوقت تلاقي إن المعبود رع هو الأسمى في الدولة المصرية القديمة، وفي وقت نجد المعبود خنوم هو الأسمى، وفي وقت نجد أن المعبود إيمن اللي هو آمون هو الأسمى أو الإله الرسمي. فالمعتقدات هنا ذاتها هي كانت معتقدات وأفكار ومبنية على أساطير دينية. ده اللي هنتعرض ليه فيما بعد، فكرة الخلق وفكرة المعتقد المصري القديم والمدارس التي تتحدث عن نشأة الكون، واللي هي مدرسة هيليوبلس ومدرسة الأشمونيين ومدرسة منف، وعلاقة مفاهيم بمفاهيم الأديان حول نشأة الكون. فمثلا بنلاقي ان بعض اللاهوتيين ينسبون ان المعبود نون، وهو احد المعبودات الرئيسية في مصر القديمة، المعبود نون هو في الاصل نوح عليه السلام. لصقوا هذا في اختلاف حرف، تشابه حرف. معنى نون هو الماء الأزلي، الماء الأزلي الذي خلقت منه كل الأشياء بما فيها الإله. يعني في البداية الماء الأزلي وجد، كيف وجد لا نعلم، ما عندناش معرفة عن وجود هذا الماء الأزلي كيف وجد، اللي هو الإله نون. ومن الإله نون جاءت الآلهة، كل إله خلق نفسه بنفسه. فبالتالي نون الأول، وبعد نون بدأ الآلهة تيجي خنوم، وخنوم طلع منه رع، أو رع هو أحد أوجه خنوم. أيضا الإله نفتيس، أوزيريس، أهلا دي أخ جورو، حورس، وإيزيس، وجبت، وشو، كل هذه الآلهة خلقت من أصل نون، من الماء الأزلي. ثم بعد ذلك جاءت البشرية. اللي جاب البشرية، المسؤول الأول على اتيان البشرية هو الإله أتوم، على الإله أتوم. طيب، يبقى عشان مرتبط بالماء فلصقوا نوح عليه السلام بالإله نون، وقالوا إن هو نوح وليس إله، هو كان نبي. فهم بيحاولوا إن هم يحولوا الأسطورة المصرية إلى واقع فعلي حدث، وبالتالي فأنت كده يعني بتغير ملامح التاريخ كله لما تقول إن الإله نون هو النبي نوح، علاوة على أن هذه الآلهة في مصر القديمة لم تحدد أو لم يحدد لها زمن تاريخي، ما فيش زمن تاريخي لوجودها، هي تعتبر بمثابة أساطير في الديانة المصرية أو في المعتقد المصري القديم. الغرض منها ترسيخ معتقد، يعني أسطورة إيزيس وأوزوريس الغرض منها ترسيخ معتقد حور، الإنسان الذي يحارب من أجل الخير والانتصار للخير والثأر للخير. فكل المفاهيم سيتم طبعا إخفالها، في حين إننا لو قلنا إن نوح عليه السلام هو نون، فبالتالي ما فيش دليل على الكلام ده، وهو نوع من الشطط التاريخي والمغالطات التاريخية اللي بتحاول إثبات إن وجود الأنبياء كان على أرض
مصر. كذلك عندنا زي ما قلت أتوم هو مسؤول، اللي بيسأل اللي هو بنلاقيه في العالم المصرية مسؤول عن عامل الفخراني اللي بيعمل القلل واللي بيعمل الفخار، هو اللي بيخلق الإنسان. يعني فكرة خلق الإنسان عند المصري القديم من الطين، كان الإله أتوم، تمام، هو المسؤول عن هذا، هو مسؤول عن خلق الهيكل الإنساني، الجسد نفسه بالطين. فبالتالي برضو من خلال الفكرة أتوم والطين لصقها بآدم. كذلك أوزوريس تم لصقه بالنبي إدريس أو إخنوخ أو هرمس الهرامسة وهكذا، للتشابه في الصفات والتشابه في الأسماء. وكل ما قيل عن المعبودات المصرية كلها في حيز الأساطير، ليست من الأمور الحقيقية أو الأحداث التاريخية الحقيقية التي حدثت على أرض مصر. وأيضا تحدثوا أن النبي إبراهيم هو الملك إخناتون، والمعبود أتوم كما قلنا هو آدم، إلى آخره من هذا اللغط وهذه الإلصاقات الغير محكمة. هناك ثوابت علمية تاريخية لابد من علمها وفهمها. أول شيء لازم نعرف إيه هو مصادر التاريخ المصري القديم. أول مصدر الآثار، كل ما يتم كشفه من نقوش على المعابد أو الألواح الحجرية أو المقابر أو البرديات أو المسلات، كل هذه النقوش تعتبر آثار، ويعتبر الآثار هو مصدر أصيل للتاريخ المصري القديم، ومصدر مهم جدا من أهم مصادر التاريخ المصري القديم الآثار، ويعتبر مصدر شبه حازم وشبه قاطع للدليل الأثري على وقوع الحدث التاريخي. الآثار مصدر متجدد، بمعنى أن هناك اكتشافات أثرية تفند لنا مفاهيم كانت مغلوطة بالأمس، تصحح لنا مفاهيم، تضيف إلينا أيضا مفاهيم. فبالتالي الآثار هو مصدر متجدد يجدد في علم التاريخ. المصدر الثاني تاريخ مانيتون، والمصدر الثالث كتابات المؤرخين والرحالة مثل هيرودوت. واللي عنده كتاب التاريخ لهيرودوت يحاول ان هو يقرأ فيه ويشوف هل هيرودوت تحدث عن النبي إبراهيم، هل هيرودوت تحدث عن النبي موسى وعلاقته بفرعون موسى، هل هيرودوت تحدث من هو فرعون موسى. كل هذه الأشياء لابد ان احنا نتحدث عنها. أيضا هناك ثابت آخر لابد أن نتطرق إليه، وهي عناصر الحدث التاريخي. ما هي عناصر الحدث التاريخي؟ يعني أول شيء هو حدث تاريخي لابد أن تتوافر فيه 3 عناصر. أي شيء تاريخي لابد أن يتوافر فيه 3 عناصر. إيه هم؟ العنصر الأول الإنسان، العنصر الثاني الزمان، العنصر الثالث المكان. وبتفاعل الإنسان في الزمان والمكان نرى القصة التاريخية، نرى الحدث التاريخي، وبيستدل به الأثر. طيب، من خلال هذا التحديد ومن خلال هذه العناصر نجد على سبيل المثال أن القرآن الكريم مثلا ليس مصدر تاريخي. لماذا؟ لأن عامل الزمان
غير متوافر في القصص القرآني. يعني عندما يتحدث القرآن عن نبي الله موسى لم يقول سنة كذا. سنة كذا ده هو الزمان، هو حدد المكان وحدد الشخصية، إنما سنة كام ما فيش. يبقى إخفاء عنصر من هذه العناصر لا يعتد حدث تاريخي. وعلى سبيل المثال قوله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لو تحدثنا عن هذه الآية من واقع التعريف ومن واقع العناصر الحدث التاريخي سنجد، إذا اعتبرنا أن عنصر الإنسان في كلمة غلبت الروم، هنا غلبت فعل مبني للمجهول، يعني في الروم وفي شيء آخر. هنلاقي أن عنصر الإنسان ناقص طرف، لأن دي حرب، والحرب دايما ما بين طرفين. ذكر طرف اللي هو الروم، من الطرف الآخر؟ غير معلوم. طيب، في أدنى الأرض، هذا هو المكان. أدنى الأرض، هل هذه صفة للمكان؟ هل هناك مدينة تسمى بأدنى الأرض؟ أيضا غير معلوم. وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. في بضع سنين، هذا الزمان في بضع سنين من وقت نزول الوحي على في تلك الآية أو في هذه الآية. طيب، حتى كلمة بضع في لسان العرب غير محددة، إما من 3 سنوات إلى 9 سنوات. فإذا هناك سقوط في عناصر الحدث التاريخي، فلا نستطيع أن نقول أن هذه الآية هي تتحدث عن التاريخ. إما أن نقول أنها للعبرة أو لأغراض أخرى، لكنها لا تخص التاريخ. في كلتا الأحوال لا تخص التاريخ. كذلك قوله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، سورة الفيل كاملة، سورة الفيل كاملة. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وألم يجعل كيدهم في تضليل إلى آخره. هل هذه الآية حدث تاريخي؟ تقيس الإنسان غير موجود خالص في هذه الآية، مش موجود إلا الفيل. الزمان غير محدد، غير معروف، لم تذكر الآية زمن. المكان أيضا غير محدد، يعني الآية لم تذكر صراحة هذا الحدث أين حدث. ولكن للأسف إن البعض يلصقها بقصة أبرهة، وإن جيش أبرهة مر من مكة، وكل هذه الأفاعيل وهذه الأشياء العجيبة، يعني اللي مش لاقي لها أي أثر حتى الآن في التاريخ العربي. المفروض التاريخ العربي هو اللي يرد على هذه الأمور. طيب، هذا ما يخص القرآن. أما الكتاب المقدس، الكتاب المقدس جاء بما هو أخطر، حيث حدد الفترة الزمنية للأنبياء وألصقها بالتاريخ المصري القديم. فمثلا على سبيل المثال تم تحديد زمن الخروج على حسب ادعاء بعض علماء اللاهوتيين سنة 1446 قبل الميلاد. خروج شعب بني إسرائيل من مصر 1446 قبل الميلاد. لو تعقبنا هذه الفترة أثريا 1446 سنجد أنها في الدولة الحديثة، وتحديدا في عصر الأسرة 18. أغلب ملوك هذه الأسرة جعلوا من الإله إمن اللي هو آمون إله رسمي للبلاد، لذلك التصقت أسماؤهم باسم الإله آمون. هنلاقي إمن حتب الأول، إمن حتب الثاني، إمن حتب الثالث،
إمنحتب الرابع، توت عنخ آمون إمن. طيب هذه واحدة. طب إيه علاقة آمون أو إمن هنا؟ إمن هو إله مدينة طيبة الأقصر، والتاريخ بيقول، التاريخ في الكتاب المقدس إن في مدينة اسمها رع مسيو، ومن لفظ الاسم إن كان المعبود هو الإله رع مش الإله إيمون. أيضا إن هذه المدينة بنيت بالفعل في عصر رمسيس الثاني، ولكن في منطقة محافظة الشرقية الحالية، يعني اختلاف المكان واختلاف الزمان، لأن رمسيس الثاني بعد الأسرة ال18 تقريبا ب100 سنة. يعني لو قلنا إن 1446 أنت حددتها، طيب أنا عندي رمسيس الثاني جه 1279 ومسك الحكم. وهو حدد رمسيس الثاني ليه؟ على أساس المدينة رع مسيو، مدينة رع مسيو اللي مذكورة في الكتاب المقدس. طيب كمان عندنا الولادة الإلهية اللي موجودة في معبد الأقصر وفي الدير البحري، اللي تخص الملكة حتشبسوت في الدير البحري، والملك إمنحتب الثالث في معبد الأقصر. كل هذه الأشياء تخص المعبود إمن أو أمون، يعني لا علاقة بالمعبود رع. احنا لسه في البداية والله يا أخ إيجيبيوس. يعني فاحنا قلنا الإشكالية في تحديد هذا الزمن 1446، مدينة رع مسيو، مدينة رع مسيو اللي مذكورة في الكتاب المقدس واللي بناها اليهود بالصخرة في زمن فرعون موسى، لم تاريخيا موجودة في سنة 1446 قبل الميلاد، لم تكن موجودة. فبالتالي أنت على أي أساس حددت هذا الزمن؟ هذه واحدة. علاوة على أن مصر في هذه الحقبة كانت إمبراطورية، والحديث عن هذا الأمر أنا تحدثت فيه كثيرا. مصر كانت إمبراطورية، وإن سيناء أو سيناي كانت من ضمن أملاك مصر، وأيضا منطقة فلسطين ومنطقة كنعان كانت من ضمن أملاك مصر، وحتى جنوب تركيا وحدود نهر أو حدود بلاد الرافدين كانت تابعة لمملكة أو إمبراطورية مصر. فبالتالي أين المفر من هذه المملكة لما يهرب هذا أو هذه الرعاية الهاربة من ملك مصر؟ أين يهرب؟ لابد أن يتجه إلى الغرب أو إلى أقصى الجنوب، لأنه كده هيخرج عن مملكة مصر. أيضا من بعض الادعاءات اللاهوتية، هناك من يدعي لوحة حجرية منقوش عليها جندي مصري بعجلة حربية يطارد عبراني، وبيسقط هذه اللوحة أو هذا الحدث على سقوط على حادثة الخروج. تمام. من المعروف أصلا أن في حادثة الخروج في القصص الديني خصوصا في القرآن ما حصلش اشتباك عسكري، ما حصلش اشتباك عسكري ما بين اليهود وما بين جيش فرعون. فهو اللي رسم اللوحة ده عايز يقول لنا ايه؟ طيب هي المعجزة بتاعت شق البحر جات ليه؟ ما عشان ينقذ بني إسرائيل من الاشتباك العسكري الغير متكافئ. طيب السؤال، يعني اللي عمل اللوحة
وطبعا اللي بيتكلم في شأن هذه اللوحة بيقول ان اللوحة موجودة تم اكتشافها في احد مقابر اليونان. خلي بالك، احد مقابر اليونان، وموجودة في متحف اثينا. ماشي. ايه بقى اللي ودى المصري القديم لليونان؟ يعني انا بسأل ايه اللي ودى المصري القديم لليونان؟ طيب، والمقبرة دي تخص اي ملك من ملوك مصر القديمة اللي ساب مصر وراح في اليونان؟ نسأل، ده سؤال ما فيهاش حاجة، نسأل، عايزين نستفسر. ما فيش اجابات على الكلام ده. طيب، اللوحة دي اكيد في وقتها، لان جيش فرعون كله يبقى اتعملت ليه؟ عملت احياء لذكرى. هل المصري القديم هو اللي عملها؟ هل هو بيحيي ذكرى غرق جيش مصري في البحر؟ هل هو بيحيي هذه الذكرى؟ ده برضه سؤال عايزين نفهم. طيب، اللي انا قلته ده كله هي مقدمة سريعة عن الشبهات اللي موجودة في التاريخ المصري، والتي يتم إدراجها وإقحام التاريخ الديني فيها. طبعا لو اتكلمنا عن فرعون موسى ورمسيس الثاني وموريس بوكاي والأبحاث اللي عملها موريس بوكاي وأشياء عجيبة جدا، حتى في كتاب طلعه واحد بس هو مسلم بيدعي بأن إبراهيم عليه السلام هو مصري. خلي بالك يا ضل، إبراهيم عليه السلام مصري، وبيستدل بذلك ببعض الشواهد الأثرية. مصري وليس يمني. طيب، إيه الدليل؟ الدليل إن إبراهيم ليه حادثة مشهورة في القصص القرآني بأنه تخلف في أحد الأعياد عن قومه، وفضل يكسر في الأصنام، وفي الأخير راح حط الفأس اللي قاعد يكسر عليها على رأس أحد هذه الأصنام. ولما رجعوا قال لهم، فسألوا مين اللي عمل كده بآلهتنا، فقال فعله كبيرهم، يقصد الصنم يعني اللي عندنا معبد في البر الغربي اسمه معبد إمنحتب الثالث. معبد إمنحتب الثالث في البر الغربي في الأقصر. هذا المعبد تم تدميره بالكامل، ما فضلش فيه إلا تمثالين بس. التمثالين دول معروفين باسم تمثالي ممنون. تمثالي ممنون. طيب، فهذا الرجل استشهد وقال ان المعبد ده هو اللي كسره ابراهيم وكسر التماثيل. فالرد عليه ببساطه اللي فضل تمثالين وما زالوا موجودين لغايه الان، مش تمثال واحد، انما الايه القصص القراني بيقول تمثال، اللي فاضل حاليا تمثال. طيب، هذا ايضا يعتبر من الشطط وإلصاق الوقائع الدينية بالتاريخ المصري القديم. طبعا اللي كسر المعبد دوت زلزال حصل في مصر سنة 27 قبل الميلاد مع دخول الرومان مصر. الرومان دخلوا 32 قبل الميلاد، حصل سنة 27 قبل الميلاد زلزال مدمر دمر المعبد ده كله. والتمثالين دول حصل فيهم شروخ كبيرة جدا، فالشروخ دي كانت بتدخل منها الرياح وبتعمل أصوات، فعشان كده الرومان سموه تمثال ممنون نسبة إلى قصة أو أسطورة واضة وممنون، ويعني ممكن نبقى نتطرق برضو لهذا الأمر.
أيضا هنتعرض اليوم، يعني هي مجموعة شبهات هنتكلم فيها بالتفصيل. أول شبهة هنتعرض ليها ادعاء مصرايم ابن حام حفيد نوح هو الملك أو الملك نعرمر أو الملك حور عحا. كل دي أسماء لشخص واحد، 3 أسماء: منى أو اللي هو مينا، حور عحا، نعرمر، دول اسم واحد. طيب المقدس المفروض ان هو بنى مصر، يعني بنى مصر كلها. في الكتاب المقدس ان هو بنى مصر كلها، ومنى يعتبر مؤسس الدولة المصرية. هو ده الارتباط. منى يعتبر هو مؤسس الدولة المصرية، لأنه مؤسس الأسرة الأولى، عصر الأسرات 3000 قبل الميلاد، وفي عصر تم اكتشاف الكتابة، وهو أول ملك في التاريخ كتب اسمه، الملك منى. طيب طبعا تاريخ الملك منى معروف، وليه صلاية مشهورة جدا موجودة في المتحف المصري. والصلاية بتتكلم عن وقت الوحدة ما بين مصر أو الحدث الرهيب اللي حصل في عهده، الوحدة ما بين مملكة الشمال ومملكة الجنوب في الدولة المصرية. أيضا ليه أعمال كثيرة، وليه مقبرة في أبيدوس في منطقة أم الجعاب. واللي حابب يرجع لمراجع لهذه الشبهة أو لمتابعة تاريخ الملك منى أو حور عحا أو نعرمر، في كتاب جيمس بيكي الآثار المصرية في وادي النيل الجزء الأول. وعندنا كتاب سمير أديب تاريخ وحضارة مصر القديمة. وعندنا موسوعة تاريخ مصر القديمة للعالم الجليل سليم حسن الجزء الأول. طبعا منى عمل مدينة سميت من نفر اللي هي منف. المدينة دي كانت بمثابة حامية عسكرية، والعاصمة بتاعته كانت في مدينة بجوار هي مدينة كانت تسمى سينا، مدينة سينا، موجودة حاليا بجوار أبيدوس في سوهاج، محافظة سوهاج. كان في موجود مدينة دينية، المدينة الدينية في عصر منى أو عرمر هي مدينة نخن، دي موجودة في إسنا في محافظة الأقصر شمال مدينة الإدفو، شمال مدينة إدفو. طيب أدي أول شبهة تعرضنا ليها، قصة مصرايم وقصة منى وعلاقته بمنى ومصرايم اللي جه منها اسم مصر، اللي احنا اتكلمنا وقلنا اسمها كيميت. مصر في هذه العصور كانت تسمى كيميت، الأرض السوداء أو الشريط الضيق، كيميت الشريط الضيق لوادي النيل. وده جاي ليس جاء، يعني الكلام ده مش عبث، يعني الكلام ده جه نتيجة المحاكمة اللي تمت للفصل ما بين حورس وما بين ست عمه، وحكموا الآلهة بحور انه يحكم كيميت اللي هي الأرض السوداء، الشريط الضيق لوادي النيل، الأرض اللي فيها الزراعة، الأرض اللي عاش فيها أغلب المصريين القدماء. وحكموا لست اللي هو عم حور، هو يمثل الشر بديشرت. ديشرت دي جت منها ديزرت، الصحراء أو الأرض الحمراء.
فبالتالي حتى بالدال دي شر. فبالتالي حتى المصري القديم كان يستنكر بيئة الصحراء لأنها تحت نطاق الإله ست. المصري القديم كان بيعتبر البدو مستنكرين بالنسبة له لأنهم بيئة صحراء. المصري القديم كان ينظر إلى بيئة الصحراء على أنها بيئة نجسة، لذلك ما لقيناش أي يعني رسومات أو تعبيرات واضحة عن بيئة الصحراء في مصر القديمة. والحيوانات اللي كانت موجودة زي الجمل مش موجود وليس له نقش في مصر القديمة، وكانت من المحرمات ما كانوش بيحبوا. أيضا الحمار ما كانوش بيحبوا الحمار. ليه؟ عشان صوت الحمار بيزعج الآلهة عند المصري القديم. فهتلاقي الحمار غلبان، هو مسكين على طول. دي رسومات ضعيفة جدا. ليه رسم، بس هتلاقي أغلب الرسومات يعني إما إن هو يعني في رحلات معينة، وموجود في القصة بتاعت الفلاح الفصيح اللي تعرض للسلب والنهب كان واخد بضاعته على حمار. أيضا هناك أشياء المصري القديم يعني ما كانش بيستسير بيها، زي النعامة. ما كانش يحب النعامة، طائر النعامة، لأن من صفات النعامة إنها لما تشوف الشمس بتجري في الوجه المعاكس للشمس، بتخاف من ضوء الشمس وتدفن نفسها في الرمال. فهم المصري القديم بيظن إن الشمس هي مظهر للإله رع، وإن النعام عدو لهذا الإله ولا يستطيع أن يرى نوره. طيب، الشرح اللي أنا حابب أختم بيها هذه المحاضرة أو هذه الندوة هي لوحة المجاعة. وربط علماء اللاهوت خصوصا علماء المسلمين هذه اللوحة بالنبي يوسف عليه السلام، لوجود بعض التشابهات في أيضا فترة المجاعة 7 سنوات. يعني فترة المجاعة 7 سنوات اللي موجودة في القصة الدينية تطابق فترة المجاعة اللي موجودة في لوحة المجاعة الأثرية. القصة الدينية كما وردت في القرآن بتحكي أن ملك مصر رأى فيما يرى النائم بأن 7 بقرات ثمان يأكلهن 7 إلى آخر هذه الرؤية حسب الآيات الموجودة في سورة يوسف. وإن سيدنا يوسف فسرها بأن مصر ستصاب بمجاعة عظيمة، وبدأ يعمل إجراءات عشان المجاعة ما تحصلش. بينما لوحة المجاعة تتحدث عن مجاعة حدثت بالفعل، يعني مجاعة حدثت بالفعل على أرض مصر. وهذه اللوحة موجودة في جزيرة سهيل بأسوان، وحدثت في عصر الملك جسر اللي هو زوسر مؤسس الأسرة الثالثة، وهو أول ملك يتخذ من مدينة منف اللي هي من نفر اللي بناها منى، الملك منى أو الملك مينا، أول ملك يتخذها عاصمة للبلاد اللي موجودة حاليا في البطرشين أو متراهين. اللوحة بتقول إن حصل جفاف في مصر وحصلت مجاعة بسبب قل الفيضان لمدة 7 سنوات. وفي يوم الإله خنوم
زار الملك زوسر في المنام وقال له أنا خنوم خالقك، أنا نون العظيم. وقلنا نون العظيم اللي هو الايه؟ الماء الأزلي. نون العظيم اللي هو الماء الأزلي، فبالتالي هو المسؤول عن الفيضان. أنا الفيضان الذي يرتفع حيث يشاء. فالملك لما قام من النوم راح استشار الوزير بتاعه، الوزير بتاعه اللي هو إمحتب. إمحتب ده اللي هو بنى للملك مجموعة زوسر اللي موجودة في سقارة. فالملك إمحتب، فالوزير إمحتب نصح الملك بأنه يقدم القرابين للإله خنوم. ولما قدم القرابين للإله خنوم فاض النيل وجه الفيضان ورجع الخير. طيب الربط بقى أولا هنا المجاعة حدثت بالفعل في أرض مصر، بينما في قصة سيدنا يوسف لم تحدث. ودي أول شيء. الشيء الآخر، الكهنة اللي كتبوا النص ده اتكتب إحياء للذكرى، لأن لم يكتب في عصر زوسر هذا النص. النص ده كتب في عصر البطالمة. الأمر المهم أيضا إن مصر كانت تتعرض لمجاعات كثيرة. مصر كانت تتعرض لمجاعات كثيرة. المجاعة في حدود 2700 قبل الميلاد يا طب. من لحركة الفيضان، فيضان النيل. فمصر كانت بتتعرض لمجاعات. ويذكر لنا التاريخ في العصور الوسطى أعظم مجاعة حدثت لمصر الشدة المستنصرية في عصر الحاكم الفاطمي، الخليفة المستنصر بالله، واللي دمر أو اللي قضى على هذه المجاعة، واللي قعدت 7 سنوات أيضا، يعني نفس السنة 7 سنوات اللي قضى عليها بدر الدين الجمالي، وهو مسيحي الأصل. بدر الدين الجمالي وليه حي كبير جدا في القاهرة اسمه الجمالية. فالتحدث لا يعني ان اسقاط هذه الحدث او هذا الحدث الديني على الحدث التاريخي. طبعا اللي حابب يرجع لمراجع في هذه النقطة، في عندي تاريخ مصر الفرعونية للدكتور أحمد فخري. بالنسبة للشدة المستنصرية في عندي المواعظ والأخبار، وفي عندي اتعاظ الحنفاء بأخبار الخلفاء للمقريزي فيما يخص الشدة المستنصرية. أنا هنا هختم. الحلقة إن شاء الله هبتدي أكمل الشبهات. عندي بردية إبوير، عندي بردية وستكار، عندي أيضا مقبرة مهمة جدا، مقبرة خنوم حتب اللي فيها مشاهد لعبرانيين موجودين في المقبرة، وفيها اسم زعيم العبرانيين موجودة. المقبرة دي موجودة في المنيا، مقابر بني حسن منحوتة في الجبل. أيضا عندي قصة سنوحي ولوحة إسرائيل، يعني هنتكلم برضو فيها. في أشياء أيضا هنتعرض ليها حول إشكالية الخروج وقصة الفرضيات اللي اتكلم عليها العلماء اللاهوتيين، إما في عصر إخناتون، أو في عصر أحمس، أو في عصر تحتمس الثالث، أو في عصر رمسيس الثاني. كل هذه العصور يعني هنبتدي نفندها ويبقى عندنا الردود العلمية على كل شيء.
انا هستريح دقيقتين، وطبعا الناس اللي رافعه ايديها اهلا بيها، واللي حابب يسال يتفضل، ونحب نعرف ارائكم، وشكرا لكم. اتفضل. طيب تفضلوا يا جماعة، فويس موجود وحمزة عم يستريح، ممكن أنت تسأل إذا أنت يا فويس. ايوه حبيبي، ازيك؟ صوتك واطي شويه، بعلي المايك. طب في صوت الناس سامعه؟ عشان خاطر يعني العمليه. ايه ده، مفيش؟ طب ماشي، اوكي، شكرا، تحياتي ليكم جميعا. يعني بخت حلو ان انا لحقت استاذنا الكبير حمزه، يعني كنت مسافر شويه وجيت، كان عندي لقاء مع ملك الجن الاحمر يعني. لسه راجع يعني، فنشكر الرب ان انا لحقت يعني صوت العلم بدل صوت الملوخيه. طيب، اما بعد، انا عندي سؤالين ليك يا عزيزي حمزة. اولا، انت تطرقت لموضوع الخروج واتكلمت على سنة 1400 مش عارف وايه، يعني القرن ال15. طيب، ومن يقول بهذا هو طبعا يعني ما بيفهمش في حاجة يعني. هي اصلا يعني ناس يعني زي بتاع الشبهات وابو البطيخ وكل اللي هو في الهبول، يعني هم متبنيين فكرة القرن ال15 وده تخاريف. لكن الرأي اليهودي الرسمي الذي لا خلاف عليه بين اليهود، واليهود بالمناسبة عندهم غالي، احنا ما خلاص بلاش وماتوا بقى، غالي وابو العربي وما شاكلت يعني، دول كلهم لا قيمة لهم على الإطلاق يعني. لكن زي ما معروف الرأي اليهودي الرسمي الذي لا خلاف نهائي على اليهود عليه، واليهود عندهم التقويم الخاص بيهم، والحاجات دي عندهم يعني مش عايز اقول لكم، عندهم هس تواريخ محدد بالشهر كمان، يقول لك الخروج سنة كذا بشهر كذا وتم كذا، عندهم تقويم خاص بيهم وضعهم. طيب، الناس التي لا خلاف نهائي في التواريخ محددين ان الخروج تم سنة 1313، مش زي ما قال بعض المغيبين، لا 1313. دول بكتابهم وعندهم الأدلة بتاعتهم وعندهم تواريخهم وحاسبينها بالسحتوت يعني. فأنا عايزك تطلع تقول لي، هل ينفع الخروج أن يتم في هذا الوقت 1313؟ أنا فاتح أهو قدام مني بالظبط الموسوعة. عبرت الأمة اليهودية البحر الأحمر، وأيضا تم فيها الوحي على جبل سيناء، وكسر موسى الألواح. 1312 نزل موسى من جبل سيناء باللوحين. تالي انا اديت لكم البتاع ده قبل كده. انت فاكر يا انا يعني اعتقد انكم يعني عندكم ده الموقع الرسمي الاساسي اليهودي الذي مرة تانية لا خلاف بين اليهود عليه. طيب، فعايزك يا عزيزي حمزة تقول لي هل ينفع هذا التاريخ؟ يعني حمزة يا جماعة انه القرآن الكريم ما حددش تواريخ. التوراة حددت، التوراة مش حددت القرن الكذا، لا ده محدد، ومش سنة 1300 او تخيل اليهود ما عندهمش حكاية حوالي، يعني دي في التاريخ وفي الآثار وفي أي حاجة، أي واحد يقول لك أو مخطوطات حوالي سنة كذا، لا اليهود زي ما بقول لكم عندهم هس وس سنة 1313، مع يعني مع 1312 لا، 1300 لا، 1313. فعايزك يا عزيزي حمزة تقول لي، هل ينفع 1313 كميعاد للخروج؟ مصر في الزمن ده بالذات كان شكلها ايه ووضعها ايه؟ فده السؤال الاول. معرفش اخبطك السؤال التاني ولا انزل وابقى ارفع ايدي ولا تكتبه عندك اسئلة التاريخ، ولا فاقول تاني؟ طيب،
السؤال تاني، برضه ظهر احد الناس اللي قال لك انه خد بالك ان يوسف، انت اتكلمت عن يوسف، لقوا المقبرة بتاعت سيدنا يوسف. يعني الف مبروك يا جماعة، عايز ابارك لكم، المقبرة بتاعت سيدنا يوسف لقوها، تخيل سيدنا يوسف كمان مدفون فيها، واخر حلاوة، الف مبروك. مقبرة سيدنا يوسف، واخد بالك عرفنا ازاي انها بتاعت سيدنا يوسف؟ بيقول لك المقبرة الكلام ده الاثري الفرنساوي ألان زيفي اكتشفها في سنة مش عارف 1989، واكتشف الراجل اللي جوه لقوه وزير كويس. طيب اسمه ايه؟ اسمه عبر ار، ما اعرفش بنطق صح ولا عبر ار. طبعا الحبايب قال لك ايه عبر ار ده، يلا نخليها يعني حاجة عبرية يعني. وبالتالي الفيلم كله فيا ريت تحكي لنا حكاية هذا الوزير. ده وزير أجنبي، وزير ده يعني الوزير زمان يا جماعة مش زي الوزير دلوقتي، يعني وزير التربية والتعليم، وزير الصحة، وزير البتاع، وفي رئيس الوزراء. لا، هي زي ما بتلعب شطرنج كده، الملك والوزير. الوزير يعني رئيس الوزراء، يعني حكاية يوسف يعني تحت فرعون ومتسلط على كل حاجة. ذاك سعيد، ويعني وادي الاسم بتاعه اهو عبري، اذا قصة موسى مظبوطة. وحتى يعني انا مش عارف هل زمن يوسف مناسب لزمن اخينا ده. فالمهم دول الموضوعين اللي عايزك علق لي عليهم. هل يمكن الخروج يكون سنة 1313؟ وهل المقبرة بتاعت سيدنا يوسف اللي هو اسمه قال لك ده اسم فرعوني، اسمه عبر ار ولا بر هر ولا؟ طيب دراجون الرائعة ازيك؟ ارجو ان تكونوا جميعا بخير. طيب انا كنت مسافر ولسه جاي، وحشتوني بصراحة، ارجو انكم تكونوا بخير. المايك فرير، يا ريت تجاوب لي على دول قبل ما نشوف اسئلة تانية، بدل ما يخش في 50 سؤال. يعني ان امكن يعني بعد اذن سماحة فضيلة الحكام الادمن، يعني بحيث انه يعني اللي يسأل سؤال ويجاوبه اخونا حمزة وكده. طبعا. واشكركم شكرا جزيلا، والرب يباركه، والرب يبارك تعب محبتك يا أليكس. شكرا يا بوس. ما هو الواحد بيسأل بيطلع افضل عشان النقطة ما تروحش، وايه اعرف اجاوب عليك سؤال. ماشي اخونا فويس، اهلا طبعا بدراجون العزيزة دراجون. معلش يعني فاتك الكلام بتاع النهارده. احنا بدأنا الساعة 9 واجلناها ساعة عشان خاطر الناس، وفي بعض الناس طبعا يعني ايه كانوا متواجدين، فاجلناها ساعة. ويعني اديكي معانا برضو هتعرفي اللي احنا بنقوله برضو. طيب التاريخ اللي انت حددته 1313 قبل الميلاد هو زمن الملك حور محب. حور محب يعني الملك حور في عيد، المعنى بتاعها حور في عيد يعني حورس في عيد. حور محب اخر ملوك الاسره الدوله الحديثه، اخر ملوك الاسره 18. الوقت ده مصر كانت عامله ازاي؟ مصر كان فيها نوع من السطوه على مع العقيده الاتونيه. كان في سطوه على العقيده الاتونيه. اولا حور محب ده كان اخر ملوك الاسره ال 18، وجه بعد الكاهن اللي اغتصب العرش من توت عنخ امون او امن. وبعد مقتله، بعد مقتل توت عنخ امون، اتجوز زوجة توت عنخ امون بالاكراه عشان يبقى ليه شرعيه، اللي هو الملك ده كاهن. ده كان اصلا من مؤسسين العقيده الاتونيه مع توت عنخ، مع اخناتون الرابع
او امنحتب الرابع اللي هو اخناتون، وانقلب على اخناتون. والطيبه مع رجوع توت عنخ من توت عنخ أتون إلى توت عنخ أمون. وبعد كده حصل نوع من الاضطرابات في البلاد نتيجة إن في صراع ما بين العقيدة الآتونية والعقيدة الآمونية. خلص الصراع ده بتولي يعني الإله حور في عيد. فبالتالي هل الصوت كده ضعيف؟ صوت كويس تمام. بالتالي حور محب قضى على هذه الصراعات، وأصلا كان قائد عسكري، ونقدر نقول إن اللي عمله كان نوع من الانقلابات العسكرية، نوع من الانقلابات العسكرية عشان يهدي الأوضاع في مصر في هذه الحقبة. تاريخ حور محب معروف، يعني حور محب كان رجل عسكري ومحافظ على الدولة المصرية وعلى حدودها. ولا ننسى أن الدولة المصرية أيضا حور محب له معارك كثيرة في صد بعض الهجمات اللي جات من آسيا والقطر المصري، وأيضا له بعض الحملات في بلاد النوبة لتهدئة الأوضاع وتهدئة بعض الثائرين. تربط حدث الخروج بحور محب. حور محب لم يدعي الألوهية، حور محب لم يدعي الألوهية. بالتالي صعب ما ماتش إن غرقان أنا في البحر. أحط حور محب ده ما ماتش غرقان في البحر. ولا مات غرقان. يعني سيرة حور محب حتى يعني لو جبتوها ما فيش الكلام ده في التاريخ المصري. محب ما زالت مقبرته موجودة في وادي الملوك بالأقصر، وما فيش دليل على انه مات غرقان، ومات موتة عادية جدا. وخلف من بعد منه رمسيس الأول مؤسس الأسرة ال 19، يعني أسرة جديدة تاني. بالتالي إسقاط قصة موسى والخروج في هذه الحقبة صعب تدوينها وصعب ترسيخها في حقبة حور محب، لأنه في أولا وأخيرا هو رجل عسكري. وآخر مقاطعة، ومصر كانت محتلية فلسطين ما نسمى، يعني يا ريت أكد لي على النقطة دي. يعني ما ينفعش يطلعوا ويخشوا مصر كانت إمبراطورية كبيرة، وزي ما قلت إن هي جنوب تركيا وحدود بلاد النهرين ومنطقة كنعان ومنطقة الشام، كل ده كان تحت لواء المصريين. بيغزو هذه البلاد ما كانش بهدف السيطرة عليها، هو كان بيأمن شرهم، لأن هذه البلاد كانت هي البادئة بالإغارة، فكان بيأمن شرهم. والدليل على ذلك أن هذه البلاد كان المصري بيعين فيها حاكم منهم، وكان بيحكم باسم ملك مصر ويعطي الجزية لملك مصر. فالمصري أو الدولة المصرية كانت في عظمتها، في قمة عظمتها في الأسرة ال18، من أول الأسرة لآخر الأسرة. لذلك المؤرخين بيعتبروا الأسرة ال18 هي العصر الذهبي للدولة القديمة
عامة، لأنها كانت أكبر اتساعا وأكبر رقعة رقعة أرض كبيرة، يعني إمبراطورية كبيرة. ده بالنسبة لحور محب. أما قصة عابر، هي مقبرة تم اكتشافها، اللي هو السؤال، تمام. والحقيقة زي حواس اتكلم في النقطة دي، وادي الرابط دوت برضو، يا ريت ترجعوا اتكلم في مقاله، المقال بتاعه همس المقابر، عن اكتشاف هذه المقبرة في سقارة، تمام. الحقيقة أنا الخبر يعني بحاول أفنده تاريخيا. المدعو عابر إير أو عابر يير، اسم عبراني صحيح، هو مش اسم مصري. عاصر من حصر ابنه إخناتون، واعتنق ديانة إخناتون، وكان وزير، وطبعا وزير لمنطقة الشمال، أو منطقة الشمال. كان من عادة المصريين إن ملك مصر بيعين وزيرين على الأقل، وزير للشمال ووزير للجنوب. وكان في الجنوب وزير آخر اسمه رع موسى، ومقبرته موجودة في مقابر النبلاء بالأقصر. عابر إير، عشان أكون دقيق معك يا فويس، أنا ببحث فيه وما عنديش المعلومة الكافية عنه. ولو اضطر الأمر إن أنا أروح سقارة وأشوف مقبرة. الحقيقة ما درسناهاش، ما خدناهاش عندنا، ما درسناهاش. ينفع يبقى يوسف بخبرتك كده يعني مبدئيا. لا ينفع يبقى يوسف. انا مش عايز اقول لك بقى يعني واحد اسمه عابر إير، عابر يير او عابر يير. فين يوسف هنا؟ دي اسماء لا تترجم، يعني فين يوسف؟ وبالخصوص ان هو اسم عبراني، يعني الاسم اصلا عبراني. ف انت بتترجم ايه يعني؟ فين العلامه؟ الاسم يبقى كما هو. بس عشان الامانه العلميه انا ما عنديش المعلومه الكافيه. انا بصراحه يعني حتى راجعت الكتب في شرح الاثار، يعني منهم كتاب عبد الحليم ويعتبر من الكتب الحديثه في شرح المواقع الاثريه، ما لقيتش المقبره دي بتاعت عابر يير. مقبره مهمه جدا، وعلى الزخم الاثري اللي فيها لابد نتكلم فيها، ودي من ضمن الاولويات اللي انا هعملها. لو اضطر الامر ان اروح سقاره واشوفها، هروح سقاره واشوفها. الاسئله اللي بعدها. سواج. ايوه طيب، تفضل. شكرا أليكس، شكرا يزيد فضلك. طيب، محاضرة رائعة، وأشكر أخ حمزة. الحمد لله على السلامة يا فويس. فويس، أنا عندي سؤال في أي وقت حاب تجاوبني عليه، يعني يا ريت تجاوبني عليه. أنا سمعت معلومة وحاب أتأكد معك على معلومة عن اليهود. أنت تكلمت عن الأزمنة في اليهود، على بالنسبة إنه كون إنه الأسبوع يشار إليه بعدد معين من السنين، أو في نقطة معينة، إنه في الأسبوع عندهم مش شرط إنه يكون بس لا يشار إليه فقط بالأسبوع ال7 أيام، وإنما يشار إليه أيضا بمعنى آخر. طيب، أولا خلينا نشوف هو المصدر من وين بيجي عن قصة فرعون. تيجي غالبا من سفر الخروج،
اللي هو أساسا يعني بيتكلم عن خروج اليهود من مصر. والسفر هذا أساسا بيحتوي على تشريعات كمان، يعني فيها تشريعات وفيها خروج فرعون. طبعا معلومة سريعة، القرآن ذكر موسى عليه السلام أكثر من 30 مرة. يعني في بعض سمعت هذه المقولة كثير، كاد القرآن أن يكون لموسى. بس أنا ما بقدر أعتمد أخذ قصة أساسا من الكتاب المقدس، أولا بسبب وجود اختلافات في القصة، هذا أولا. فما بنفع أنه أنا أخذ منها وأبدأ أقارن على أرض الواقع إذا الكتاب نفسه أساسا بيخالف القصة نفسها، يعني مش بيخالف اللي برا، لا بيخالف نفسه. ومو هذه نقطة بس. أنا في عندي، أنا أساسا رفعت إيدي على نقطة كان حكيها حمزة، حبيت أبين، لأنه هو قال لك غلبت الروم. أنا ما بعرف إيش قصة غلبت الروم في فرعون والحضارة المصرية، بس سريعا يعني أتمنى أنها توصل الإجابة هذه المرة. أنا بتذكر إن إحنا حكينا فيها. هو بيقول لك طب غلبت الروم إذن في ضمير غائب. شوف عزيزي حمزة، إذا إحنا في عصر مثلا بيلعب الأهلي والزمالك وأقول لك غلبت الزمالك، إذن أنت عارف مين غلبها، لأنه باين الشراسة اللي بينهم. فنفس الموضوع لو كان في عندنا الهند وباكستان مثلا، في بينهم حرب مثلا من الزمن، فلما أقول ممكن الإسماعيلي، بس لما مثلا يكون عندي أقول لك غلبت الهند، طب ما أنت عارف إنه أساسا في مشكلة بين الهند وبين باكستان. فأكيد منطقيا مش شرط أذكر لك الاسم، يعني اسم الطرف الثاني. ما علينا. هو أنا هتكلم على نقطتين سريعة، أتمنى إنها تكون سريعة. طيب كلمة أدنى أساسا، كلمة أدنى أنا بدي أركز شوي على كلمة أدنى وأتكلم عن الروم. الروم أساسا كانوا أهل كتاب، كانوا هم من اليهود تقريبا إذا أنا مش غلطان يعني. والفرس هم عبادة شياطين أو أوثان أو نار أو أي كان يكن، المهم إنه مش بيتبعوا كتاب. فالأقرب أساسا بالنسبة للدين الإسلامي في النبوءة هذه، الأقرب لنا هم الروم. وغلبت الروم أساسا من الفرس، أساسا غلبت. ومشركين مكة زي ما أنت اليوم مثلا بتشجع الأهلي مثلا ولا الزمالك، لما بتشوف واحد أنت مش منهم بس لأنك أنت بتشجع هذا الفريق، فهذا الفريق فاز فأنت بتحس بنصر. مشركين مكة حسوا بنفس الفرحة لأنه غلبوا أهل الكتاب، لأنه هم أساسا التانيين مشركين حتى لو هم مش منهم، ففرحوا لمين؟ للفرس. طيب الله سبحانه وتعالى وعدهم انه النصر حيكون للروم في بضع سنين، اللي هو زي ما انت صح حضرتك تفضلت من 3 إلى 9 سنين. بس الكلام مو بس هنا، الكلام على وين؟ انه في ادنى الارض. الان كلمة ادنى انت لو اخذتها الان زي ما هي كلمة ادنى الارض وكتبتها في جوجل وعملت ترانزليت باي دكشنري بدك اياه، حيطلع لك لويست لاند، لانه جوجل ما بيفهم المرادفات. لازم تقول له لويس ادنى وتعطيه مرادفات ويقول لك ليش مرادفات. الان كلمة ادنى بتأتي بالاصغر، يعني اتت في القرآن بالاصغر. طيب اذا كانت بالاصغر فهي اصغر بالمساحة بالنسبة لمنطقة مين؟ اللي هي كانت تثير بينهم الحرب بين الروم والفرس، اللي هي منطقة البحر الميت، منطقة الغور، اللي هي أساسا صغيرة جدا ما بتتعدى الكيلومترات. وإذا كانت في الأقرب فهي الأقرب للعرب. أرض الروم هي أقرب إلى العرب من أرض العرب، يعني شبه الجزيرة العربية والروم بينهم بالضبط هذه المنطقة. وإذا الأقل هي المنطقة الأقل ارتفاعا عن سطح البحر ب 400 متر، وهي أقل منطقة في العالم.
ما بعرف، أنا ما بعرف أنت ليش استدليت فيها هذه بحديثك عن حضارة مصر، وما بعرف إيش استدلالها بحضارة مصر. هقول لك يا استاذ سفاش، هقول لحضرتك. عموما اهلا بيك، تفضل. وانا سعيد ان انت معانا، وشكرا ليك ان انت بتتفاعل معانا، وجزاك الله خير. بص يا سيد الفاضل، انا بقول القرآن لا يشمل اي تاريخ. يعني ايه؟ يعني انا مثلا ما قلتش ان او لما القرآن تحدث عن قصة فرعون ما قالش سنة كذا. طيب انا عندي عناصر الحدث التاريخي، عناصر الحدث التاريخي، يعني في عناصر ومقومات للحدث التاريخي عشان اقدر اقول عليه حدث تاريخي. ايه هي العناصر دي؟ اول حاجة الانسان، تاني حاجة الزمان، تالت حاجة المكان. كويس؟ فلما اجي اتكلم اقول يعني حضرتك اللي انت قلته ده كله تفسير، انما انا دائما النص التاريخي واضح وغير قابل للتفسير والتأويل. يعني لما تيجي تقرا للمقريزي مثلا هيقول لك حكم مصر سنة كذا فلان الفلاني ابن فلان الفلاني. حلو، يبقى اداني الاسم والشخصية ايه هي والسنة ايه هي والمكان ايه هو، اهم اعماله كذا وكذا 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 وكذا. ما فيهاش تأويل، ما ينفعش اول فيه. ده انا بتكلم عن الحدث التاريخي. بالتالي انا بقول ان القرآن لا يصلح ان يكون مصدر للتاريخ، لانه نصوص مقدسة. النصوص المقدسة لا تصلح ان تكون. القواعد اللي انت حطيتها يا حمزة بكل بساطة، هو مش انا اللي حاططها، آدم وحواء، مش انا. آدم وحواء مين اللي حط؟ مين اللي حط؟ بشر زي وزيك. العلماء، علماء التاريخ. ايوه صحيح. ايوه صحيح. اوكي بشر. اوكي انا اعطيك مثلا قصة. ايوه قصة آدم وحواء مثلا، انا عندي المغزى فيها انه انا اعرف انا كيف بداية الخلق وانا كيف جيت والى اخره. لو ما قال لي متى بطلت القصة باطلة، صح؟ الكلام واضح يا سفاش، الكلام. العنصر لما تيجي تتكلم عن حدث تاريخي وتستشهد بيه، يعني مثلا هل هتجيب قصة آدم وحواء زي قصة الحملة الفرنسية على مصر؟ ما الاثنين قصة، ما الفرق بينهما؟ في قصة فيها يعني معالم الحدث التاريخي. ايوه عشان في قصص كتبوا التاريخ، اذا لابد ديما ايضا يكتب التاريخ، صح؟ قصص كتبوا ايه؟ طيب انزل عشان انا صوتي بقى بسمعه عشان اقدر اسمعه. بص شديد، في معالم تاريخ يا سفاش، معالم التاريخ. امتى اقول ان القصة دي تاريخية وحدثت بالفعل؟ تاريخية وحدثت بالفعل لما يكون في معالم موجودة عندي. قلت العناصر الإنسان والزمان وتحديد المكان، خلاف الشواهد الأثرية، خلاف خلاف المطالعات المخالفة لهذا الحدث، مطالعات الأعداء عن هذا الحدث. كل هذا يثبت الحدث، إنما أنت بتتكلم عن معتقد. المعتقد الديني شيء آخر. قصة آدم وحواء هي معتقد ديني في الأصل. فأنت اتكلمت عن آدم وحواء، ادي كده الإنسان موجود، ماشي. الزمان موجود، أنت بتلصقه ليه بالتاريخ؟ عايز أدلة على وجود هذا الحدث، الناس هتطالبك بأدلة على وجود هذا الحدث، مش هتلاقي. فأنت ليه بتقحم نفسك في التاريخ؟ هي معتقد ديني للإيمان فقط. فبالتالي بقول إن القصص مش القصص، القصص
المعتقد الديني أكثر منها كمرجع تاريخي. ولما تحدثت عن غلبت الروم قلت لك غلبت هنا فعل مبني للمجهول، تمام؟ الروم هنا هي اللي اتغلبت. مين اللي غلبها؟ مش معروف. ال20 وما اعرفش المعلومه دي. انا في القرن ال20 دلوقتي وما اعرفش. ما فيش حاجه اسمها المفروض. لما المؤرخ بيكتب ما يقولش يعتمد على ترهيصات فيه فلان الفلاني غلب فلان الفلاني، لا. انت فاهم؟ في ادنى الارض انت شرحت فسرت. انا بتكلم ان النص محدد غير قابل للتفسير وغير قابل للتأويل. 1 و1 يساوي 2. هذا بخلاف ايه بقى؟ بخلاف المصادر التاريخيه الاخرى زي الاثار. بس عشان ما اطولش على ضم، اتفضل يا عمنا ضم. ايوه احسنت. في صوت واضح. اتمنى يكون الصوت واضح. اوكي، شكرا. مساء الخير عليكم جميعا. صباح الخير على العبد صباح. احلى ناس في الكوكب كله. ايوه، الايام دي شويه مشغول، بغير النوم، بنام بدري بقوم بدري، عندي مواعيد كده بعملها. ريان يا صباح الفل. ابو عمار يا بيت هلا. يعني هو في حاجه مهمه لما تيجي تتكلموا فيها. التوراة زي ما قال فويس محدد لك التواريخ، ومحدد لك البلاد، ومحدد لك أوصاف البلاد، ومحدد لك الطريق ازاي توصل من مدينة لمدينة والناس اللي كانوا عايشين فيها وكده. أنا بس أنت ذكرت كذا مرة كنعانيين، مش أنت جبتها كنعانيين دي منين؟ من الآثار المصرية بصراحة. المهم يعني لما يقول قبر يوسف، اصلا يوسف الحلو ما يعني ملوش قبر في مصر، اخدوه جثه معاه، وابوه برضه في مصر. والتوراه بتقول لك ان مملكه مصران دي فيها 5 مدن بيحكوا الكنعانيه، والكنعانيه دي المفروض كانت ايام يسوع حتى، يعني بعد الميلاد. هاتوا لنا 5 اثارهم مكان 5 مدن بيحكوا الكنعانيه وبيدينوا بدين الكنعانيه. ابراهيم قال عليهم نجس، ويعقوب قال عليهم نجس، وكل اللي جم في الكتاب، وداود قال عليهم نجس، ويوشع قال عليهم. يعني فين هم دولة ال5 مدن اللي في مصر بتحكي كنعانية؟ واحنا بنتكلم مش انتوا عمالين تدوروا على واحد اسمه مش عارف ايه. ده واحد احنا بندور على 2 مليون. التوراة ب2 مليون، بحيواناتهم، بجمالهم، بفراخهم، بحميرهم. 2 مليون. احنا بندور على 2 مليون. دايما انتوا تحصروا الموضوع في واحد. ده كان في واحد هنا اسمه مش عارف ايه، ده كان واحد هنا اصل مش عارف ايه، اصل ده كان وزير جه من اجنبي واتجنس. يعني كلام بصراحة غريب جدا. استاذ سفاج قال لك ادنى الارض يعني منخفضة. صحيح، انا معاك، منخفضة. منطقة أريحة دي منخفضة تحت سطح البحر 400 متر، ودي كارثة للكتاب المقدس، لأن الكتاب المقدس بيقول لك أريحو دي على جبل عالي جدا، ومدينة فوق جبل ومحاوطة بأسوار. ويوشع ده بالنون خد 3000 وطلعوا فوق، انهزموا، وبدأ يشيل الأسرى وينزل يشيلهم على كتفه وينزل بيهم. يعني وأدنى الأرض في العربية هي الأرض البعيدة. انا ما اعرفش انت جبت خفض الارض ديت وتحطها في جمله تبقى منخفضه. هي ادنى الارض دي راحوا انهزموا في مكان بعيد عن ارضهم، عن ارض الرومان. احنا ما عندناش في المنطقه اللي انت بتقول عليها دي، منطقه البحر الميت واريحه ديت، لا الفرس حاربوا هناك، ولا الرومان حاربوا هناك، ولا حد منهم اصلا راح، ولا في اي اثر للحرب دي في المنطقه دي اصلا. انا ما عارف، انتوا بتجيبوا حاجات يقول لك ايوه ادنى الارض تبقى هي ديت، ودي بتاع مش عارف مدغشقر والرومان. ما فيش الكلام ده. انت لما هتيجي تحدد بقرانك انت هتدمر قرانك. اول شيء هتخش في مشكله زي ما التوراتيين اللاهوتيين المستشرقين داخلين فيها. على فكره يا جماعه، الجغرافيا والحاجات ديت قبل 250 سنه ما كانش حد بيتكلم خالص
على فين وطن اليهود في الحته ديت، او الحكايه دي حصلت هنا. الكلام ده كله جه قريب جدا، تاريخ قريب. فاحنا علشان نكون يعني ازيك يا دراجو يا مساء انوار، الاونر 2 اونر قالوا لي انت اتكلم براحتك في اليمن. انا قلت لهم مش هتكلم، قالوا لا اتكلم براحتك. انا اسف يعني كنت وقفت، ولكن هم ادوني الضوء الاخضر. معلش بقى. ايوه يعني غصب عني حاولت، ولكن هم قالوا لا ما ينفعش، لازم. ايوه احسنت. انت اللي اعترضت، شو مين اعترض؟ انت اللي كنت معترض وقلت صدعتونا باليمن، فقلت خلاص يعني شيء خفت يعني لا يكون يعني. بس بالصبح مش هتكلم، بالصبح هكون شغال، بالليل ممكن اتكلم. فده اللي انا بتكلم فيه. احسنت حضرة القصة يا جابيس. طبعا اللي كنا التاريخ المصري يا جماعة ما فيهوش اي حاجة تذكر على الفيلم التوراتي او القرآني. اول شيء القرآن مساكين زي المسيحيين اخذوا السبعينية الغلط، كلمة فرعون اللي مش موجودة اصلا في التوراة وترجمت، زي كلمة مصريم برضو، ولو ان القرآن بيقول يعني مرة مصرا ومرة مصرا يعني مش فاهمين. يعني لما تيجي تشوفوها برضو هتلاقيها برضو فيها أولاد. واللي سمى مصر دي أول، مستحيل ده، والقرآن قال على البلد بتاعنا ديت اللي هي اللي كان يذكرها فرعون هيكون في مصيبة وكارثة كبرى. أول شيء كمان عايزين نتكلم في موضوع إبراء الحبشي ده مين؟ إبراء الحبشي ده مين؟ وكان سنة كام؟ وراح فين؟ وتاريخه بالظبط والآثار اللي كاتبة عليه. ده هتعرف الحدث بتاعه كله حصل فين، لأنه له آثار. يعني في آثار ومملكة أكسوم والحاجات دي، وليه أصلا هو قام بالحملة ديت على قبائل عربية؟ لأنه كان قبليها كانت في مجازر بيذبحوا في المسيحيين في الجزيرة العربية. والجزيرة العربية ديت ده حدودها يعني اللي هي الكبيرة دي، من عند ناحية العقبة كده لحد كل الخليج ده. دي كانوا يطلقوا عليها بلاد أريبيا السعيدة. كمان كانوا لأن كان عندهم فلوس وكانوا مرتاحين قوي في فترة من الفترات. وخلوا بالكم كمان لما تيجي تتكلم في تاريخ مصر يا حمزة، لازم علشان تعرف التوراة أصلا بتتكلم على إيه. إبراهيم جه وعاش في مصر 20 سنة قبل ما كان عمره كذا، خرج عمره 100 سنة وكان مخلف فلان وتلتان. فالتوراة محددة. أنت لما تاخد أحسنت، هي اليمن السعيد أحسنت كانت، ولكن دلوقتي لا ماليش دعوة. روح يا بلاش اليمن، روح يا يمن حتى الناس يعني. روح يا يمن، تسميها اسم تاني ما تتسماش. فده مع الموضوع القرآن ده. أنا من رأيي المسلمين لو أذكياء يبعدوا عن تحديد المناطق، لأن هيخشوا في ورطة لو مشوا على كلام اللاهوتيين والمستشرقين. احنا ما فيش في مصر حاجة اسمها فرعون، ما فيش. يعني انتوا عايزين تفهموني بلد حضارة 7000 سنة بتزرع، هيجي لهم واحد أصلا ما عمره ما زرع؟ يعني يوسف ده أصلا عرف الزراعة منين؟ ده راجل بدوي حسب القصة، بياخدوا المعزة والغنمتين ويزرعوا بيها. هيعرف الزراعة؟ هيعلم الناس اللي بقالهم 7000 سنة بيزرعوا وبنين أهرامات ومعابد ومش عارف إيش؟ طبعا المجاعة اللي بتتكلم عليها الحاجات المصرية، حتى الدكتور السيسي شرحها وكده، كانت نتيجة تنازعات وحروب إقليمية داخل البلد، وكانت مدن بتغير على مدن في عصور معينة، كان في مشاكل، ولكن هم دايما حوالين النيل وكده. والنيل عمره يعني شو جف النيل 7 سنين، حتى لو جف كان ايامها هم عددهم كلهم 3 انفار. فموضوع الحكايه يوسف ديت ان واحد هيجي بدوي عمره ما زرع اصلا ويعلم حضاره بنيين اهرامات في الوقت ده وعندهم معابد وعندهم ما اعرف ايش ويعلمهم الزراعه،
ده مدينة أبوتيك اللي هي أصلا مكان العلاج، يعني كانت بيخترعوا فيها العلاج المصريين ويخزنوه فيها، لأنها كانت أكتر منطقة بتبقى باردة، وكانوا بيخزنوا العلاج تحت، وسموا العالم كله، أجزخانات العالم كلها سمته على اسم المدينة دي يعني لما تروح في أي مكان في العالم الاسم اللاتيني بتاعها والاسم الأوريجينال، مش فارماسية أو صيدلية أو مش عارف إيه. فيا ريت ركزوا شوية يا جماعة. حور محب ده راجل محترم جدا. 1300 ده كان العصر الذهبي بتاع الإمبراطورية المصرية، اللي وصلوا لحد قبرص. تخيلوا كانت واصلين لحد قبرص. في بقى حد هيقعد لهم في سينا وموت لهم الجيش والملك وهيسيبوه يعدي عليه سلام عليكم وعليكم السلام، رايحين قبرص وراجعين، رايحين مش عارف فلسطين وراجعين، خليكم انتوا قاعدين مرتاحين؟ غير منطقي طبعا. حتى ما اطول عليكم، شكرا وتحياتي. طيب يظن انا اشكرك واهدي لك عشان برضو ارفع من معنوياتك ما بين اخواتك هنا في الروم والحاقدين عليك في الروم. تمام. في عندنا الدكتور محمد حمزة، تابعوا القناة بتاعته، قناة المؤرخ للدكتور محمد حمزة، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة سابقا. في نقطة حلوة كده أحب أسمعها لأخونا ضل. 30 سنة، مع أن البحث الحديث والدراسات الحديثة المعتمدة على الأدلة الدقيقة أثبتت أن بني إسرائيل في مصر مش ممكن يكونوا قعدوا في مصر أكثر من 200 سنة. ونرجع لأحدث كتاب والحمد لله مترجم عربية، مصر وبنو كنعان وإسرائيل في العصور القديمة، دونالد ريد. هذا الكتاب فيه تصحيح للكثير من الأخطاء الواردة في التوراة، وهناك دراسات كثيرة عن التناقضات في العهد القديم وفي التوراة والمحذوف من التوراة. وزي ما قلنا إسرائيل فرنكشتاين واحد من أشهر وأبرز علماء الآثار التوراتيين، بعد نتيجة أكثر من 50 سنة بيقول لنا خلاصة هذه الرحلة الطويلة في البحث الأثري يجب تحرير علم الآثار من سطوة النص التوراتي. الخلاصة في هذا الموضوع الحقيقة إن الفيديو ده عمل في شهر يونيو 2020، شهر يونيو 2020، وده رد على الدكتور ماجد خزعل الماجدي اللي بيقول ان اسرائيل فرنكشتاين قال ان اعترف بدولة داوود ودولة سليمان. فانا عندي رد للدكتور محمد حمزة عميد كلية الآثار السابق بجامعة القاهرة، بيرد على كل هذه التأويلات وبيقول ان اسرائيل فرنكشتاين اكد بان ما في يخص الآثار تخص قصص بني إسرائيل في منطقة كنعان أو في منطقة فلسطين على حد قول. مايك فيه. شكرا. طبعا بس تعليق الدكتور فرنكشتاين كاتب في مجلة لاتين أمريكا جديدة، هبنزلها لكم، كاتب مفيش حاجة، واحنا يا بندور على خرافة يا الجغرافيا غلط. صدقوني كاتب الكلام ده. وقال قالوا له طب يعني ممكن تكون فين؟ قال في مقولات في اليمن، ولكن احنا ما عشان ما رحنا ما دورناش بايدينا وكده، حاليا ما اقدرش اقول اكد اي شيء. والراجل ده يعني كبير علماء الآثار، هو رئيس بعثة تنقيب الآثار التوراة في فلسطين، وقال أنا بنقب بإيدي، وآخر 10 سنين استعملنا نظام الأرض المحروقة، يعني ناخد متر بمتر ونزلنا لآخر عمق الأرض
تحت الارض حفرنا يعني في مسافات المفروض ما نحفرش فيها، وبرضه حفرنا قلنا ربما يكون المكان مثلا اتغير او شيء او كده. انا في كمان كتاب حلو قوي اسمه ايه، نسيت اسمه، كنت قلت لكم على اللي هو بتاع واحد، ايوه، تورنتو مكة، الرجوع لمكة. ده واحد يهودي كاتبه، يهودي بقى، ليفي ايه مش فاكر كده. تورنتو ده روى يا جماعه كتاب برضه حلو، اللي هو بيستشهدوا، اللي بداوا يستشهدوا بيه زي ابو العربي يقول لك جبل اللوز والموز والحاجات دي. سلام حياتي يا صباح الانوار، اشرقت الانوار وهلت الاشجار والطيور على الانهار. طيب حتى ما اطول على الناس اللي رفعت ايديها، شكرا وتحيه. تفضل يا ريو. شكرا ألكسندر. أول شيء بنشكر الأستاذ حمزة دكتورنا، معلومات غزيرة. لكن عندي سؤال تقني في علم التاريخ، لو تقدر تجاوبني عليه يا أستاذ حمزة. أنت ذكرت القصة العجلة الخشبية هي اللي وجدوها وعليها النقش. فسؤالي إلك يعني شو حكوا علماء التاريخ؟ هل أنه يعني بالنسبة بالفحوصات المخبرية معناتها في المخبر، هل تعود اللوحة يعني العجلة هاي تعود لنفس الزمن اللي موجود في كتاب التوراة أو لا، يعني العهد القديم؟ والسؤال الثاني عندنا في مسألة التاريخ. مسموع الصوت؟ في صوت يا ألكسندر؟ في صوت؟ شكرا. عندك صوت. والسؤال الثاني، شكرا. والسؤال الثاني في علم التاريخ، إذا كان مثلا وجدنا، نقول مثلا فرضية هيك، عندنا 50 دليل، 49 منهم ينفيوا الشيء هذاك ودليل واحد يأكد الشيء اللي صار، فكيفاش يتعاملوا علماء التاريخ لهنا مع المسألة هذيك التاريخية؟ هل يتم تأكيدها أو نفيها؟ معناتها في الرياضيات عندنا لو تجيب مثلا، لو تعمل قاعدة معينة ويتم نفيها بدليل واحد، فتم نفي القاعدة كلها. في علماء التاريخ كيفاش يتعاملوا مع المسألة هذه؟ إن شاء الله تكون فهمت السؤال متاعي. ميرسي يا ألكسندر، شكرا. طيب أرجو أن يكون الصوت مسموع. شكرا لك يا ريو، وشكرا على أسئلتك الجميلة. أولا بالنسبة للعجلة معلش حاجة سريعة. محمد حمزة الفيديو الأخير بتاعه ولا اللي قبل الأخير ولا أنهي واحد؟ لا دي القناة فيها كل الفيديوهات. أيوة القناة ماشي. القناة بتاعت الرابط ده أنهي فيديو اللي شغلته؟ الحلقة رقم 3، الحلقة الثالثة. اوكي. الحلقة الثالثة. تمام. بالعجلة الحربية والجندي اللي راكب العجلة الحربية بحصان وبيطارد العبران. اللي بيدعي هذا الادعاء بيقول انها اتوجدت في احد المقابر اليونانية في اليونان، ومن هذه المقبرة وجدوا هذه اللوحة اللي مرسوم عليها العجلة الحربية يمتطيها الجندي المصري وهو يطارد العبران. طبعا احنا مش عارفين المقبرة دي لمين، المقبرة دي لمين، هل هي لملك، هل هي لقائد عسكري مصري، هل هي لملك مصري، أم لأحد أمراء اليونانيين أو أحد أمراء أو ملوك اليونانيين في ذلك في عصرهم. فاللي عايز أقوله لك إن الملك المصري لا يدفن في مصر، المصري لا يدفن إلا في مصر. ما عرفناش أو ما سمعناش عن إن في مقبرة ملكية لملك مصري خارج أرض مصر. دي رقم واحد. الأمير المصري لا يدفن خارج أرض مصر، ممكن زي الفايكنج. الأمير المصري لا يدفن خارج أرض مصر، الوزير المصري لا يدفن خارج أرض، الفرد المصري يعني
المواطن المصري لا يدفن خارج أرض مصر. والدليل على كده قصة سنوحي واشتياقه لأرض مصر لما كان قاعد في ليبيا وحب يرجع، حس إن العمر ده نبي وإنه محتاج إنه يدفن في أرض مصر. ليه؟ لأن في معتقد ديني عند المصري القديم إن أرض مصر أرض المحشر، فاللي هيدفن في أرض مصر هيبعث وهيعيش حياة الخلود. طب اللي ما هيدفن خارج أرض مصر هيبقى عدم. فبالتالي يعني لا يصح إن في ملك والملك هو ممثل للإله على الأرض هيدفن خارج أرض مصر. فإن صدقت هذه الرواية فالمقبرة اللي وجدت في اليونان أنا ما عنديش علم بيها، مش نازلة من الأرض، ليست لها صلة إلا بموضوع العجلة الحربية واللي هي بتطارد العبراني. تمام. والسؤال هنا، من نقش هذا النقش؟ هل هو من المصريين الحاقدين على بني إسرائيل إحياء لذكرى هلاك جيشي، ولا واحد عبراني اللي رسم هذا النقش؟ ده سؤال عايزين نفهمه. أما النقطة اللي حضرتك تطرقت ليها، الاختلافات في الروايات التاريخية، دائما بنرجع الآثار. يعني في أشياء كتير بيتم تعريفها بالخطأ، والآثار بتبتدي إنها تصحح هذه الأمور. فلو حصل إن بعض المعتقدات أو بعض المفاهيم كانت سائدة وموجودة في التاريخ القديم، بيظهر لنا أثر بيصحح هذا المعتقد. وليكن على سبيل المثال مثلا يعني عندنا في معركة عين جالوت، بعد المعركة بيبرس قتل قطز. طيب ده المفهوم السائد عند التاريخ الإسلامي. إنما لو بحثنا بدقة هنلاقي إن في 4 متهمين بقتل قطز منهم بيبرس. 4 متهمين منهم بيبرس، وبيبرس أقل احتمالا. طيب لما يبقى في 4 أو في 5 يبقى تصنف الواقعة بضد مجهول أو باسم الفاعل مجهول، زي اللي قتل الحاكم بأمر الله مش عارفين، إما إن هي أخته ست الملك ولا وزيره ولا واحد من المصريين ولا إيه، مش عارفين، فيصنف الحدث مجهول إلى أن يتم إثبات الحقيقة الفعلية. ليه؟ لأن عدة احتمالات. أرجو أن أنا أكون جاوبتك وأكون سؤالك صح. شكرا لك. شكرا يا حمزي. تفضلوا يا جماعة، اقفزوا على المايك بدون مقدمات يعني. تفضل ساوج. طيب شكرا يا أليكس. أنا ما بحب أطلع المايك إلا لما أسمع صوتك بصراحة، ما بقدر. الرب يبارك خدمتك شافاج، الرب يبارك خدمتك. يا برنس انت مستقصدني على فكرة، انا عارف، انا عارف اللي بيرمي حوالي هذه الفتاشة بعدين بيقول لك اوه بالغلط اجت فيك، هذا هو بالضبط. بس ما علينا. يا سيدي شكرا، ما عندك مشكلة. شوف حمزة، بكل بساطة انا برأيي الشخصي بس ردا انت كان مفروض يعني، هذا رأيي، اذا انت رديت اسمح لي اني انا ارد يعني، بما انه هو نقاش مفتوح مش لازم استنى ترم عشان ارد، بس يعني ما في مشكلة.
الموضوع ببساطة، أنت القواعد اللي أنت حطيتها تاريخيا خطأ بصراحة. أنا شايف إن هي خطأ، لأنه أنا ممكن بدي أفتعل حرب بين مجموعتين وأكتب التاريخ وأكتب عدد الأشخاص وأكتب كل الأمور وألف قصة إنه والله جماعة إكس هجموا على جماعة واي وقتلوهم عشان أعمل فتنة بينهم عشان جماعة واي يصيروا يهجموا على إكس ويكون ما في أحد هجم من إكس، والقصة بعد 2000 سنة اكتشفت ومكتوبة ومخطوطة والتاريخ الكربوني اكتشفوا. هذا لا يعني مصداقية المكتوب أبدا. يعني حتى المعيار لو أنت حطيت اللي هو التاريخ ويحط لك، طب ما هو القرآن أساسا مش كتاب تاريخ، وحتى لو حط لك التاريخ هتقول لي طب ليش ما حطوا عدد المحاربين؟ حتى عدد المحاربين، طب ليش ما حط عدد القتلى؟ طب ما الأخبار اللي بتوصلك على التاريخ أنت الآن استشهادك على كل القصة أساسا من تاريخ. شو عرفك التاريخ هذا صح؟ ليش ما نفيت أساسا وجودهم بالكامل زي ما نفيت الفرس والروم؟ بس احنا ما بنقول، بس يمكن بيكون في تمليح. فردا كمان سريعا على دن حبيبي، حتى انت بتقول لي في القرآن وفي الأماكن سريعا يعني أنا عندي مشكلة إنه لما القصة نفسها من هذا المصدر، القصة نفسها يذكر قصة عن وأفراد معينين، ونفس القصة تختلف المكان ويختلف الأفراد، وأنت عاد اختار. يعني تخيل أنت جريدة الأهرام مثلا وجريدة الحياة، فرضا لو في جريدة اسمها حياة، كل واحد طلع خبر اليوم، بعد 2000 سنة أقول لك أنت اختار، والله عاد أنت خذ اللي بيناسبك، والخبرين متناقضين مثلا، أقول لك خلاص خذ أنت اللي بتناسب مع عقلك خذه. هذا لا يعني أبدا صحة أنا عن نفسي أنا بنفيهم الاثنين، ما بعرف إيش اللي صار بنفيهم. بالنسبة إنه في أدلة تانية لازم يكون في مثلا الحدث لازم يكون طالع بس مش من المصادر، لا لازم يكون في ناس تانيين من نفس قصة الروم والفرس مثلا، لازم يكون في تاريخ الروم موجود، عندهم تاريخ وإلهم مكان وفي إلهم حروب مع الفرس، ونفس الموضوع صاير عند الفرس، ما له علاقة الإسلام في الموضوع، وهذا موجود، هذا تاريخيا موجود. فبس هذا هو ردي يعني، وإن شاء الله إنها يعني تكون وصلت، وشكرا يا جماعة. بس كمان هدي لك من الشعر بيت ان وقت الحرب اللي غلبت الروم دي كان الروم اصلا لسه ما دخلوش المسيحيه، كانوا لسه وثنيين برضه. يعني كانوا موجودين. طيب تفضل يا دراغون. طيب شكرا ألكسندر. عزيزي حمزة، أنا تخيلت إن الميعاد هيتغير لل10، يعني إحنا أنا ما طلبتش 11، أنا قلت لل10، فيعني أنا فعلا حزينة إن أنا يعني فاتتني المحاضرة، ولكن لو أمكن إن تعيدها الصبح حمزة يعني سريان وتقولي خش في الموضوع. طب يا جماعة، فطبعا أنا مش هقدر أعلق على محاضرة حمزة ولا هقدر أسأل حمزة أي أهلا بكاي. مساء الخير عليكم جميعا من أول القائمة لآخر القائمة. أقول القائمة اسم يا سريانو يا جماعة النهارده